السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. بعد ما فتحنا الجهاز المره اللي فاتت وعملنا البريفنتيف مينتنس بتاعتنا قبل ما نبدا شغل، النهارده بقى هنتعلم حاجه جديده، وهي ازاي نسطب الكال بتاعنا اللي بيجي لنا جديد، او ازاي نربط الكال بتاعنا مع الار 0 اللي تبقى موجوده، اللي هي بتبقى الريجنت بلانك بتاعي. ومن الحاجات المهمه ان انا قبل ما ابدا الكال لازم ابقى عارف كويس قوي شويه بريكوشنز لازم ابقى اعملها، اللي هي ايه؟ لو انا حالل الكال وحاطه في الفريزر، مده الكال ان هي تبقى موجوده معايا هو شهر واحد. تاني حاجه محتاج ان انا كل لما اجي اعمل كال لازم الميه اللي في بوزيشن 40 اغيرها، اغسل الفايل كويس جدا، واجيب ميه من اللي هي بتبقى موجوده في الاكياس بتاعه المضاد الحيوي او الانجكشن ووتر، بحيث ان انا تكون الميه عندي مصفره ويبقى مفيش اي كونتامينيشن معايا. بعد كده ببدا بقى اخش على البانلز بتاعتي المختلفه. اول حاجه بخش على كلمه ريجنت، بعد كده هلاقي هنا في كلمه ريجنت، اخش على كلمه كال سيت اب واقف على حته فاضيه خالص. تمام. بعد كده بدوس كلمه ديفاين وابدا اعرف الكاليبريتور بتاعي، اكتب اسمه سي مثلا انا هكتب الليبيد بروفايل او الليبيد كال. تمام كده. بعد كده بدخل اللوت نمبر بتاعي بيبقى موجود هنا كده، اقوم دايس عليه واكتب الارقام بتاعته ايا كانت هي ايه. بعد كده بديله بوزيشن، وهنا بقى في حته البوزيشن دي لازم تصحصح معايا شويه. حته البوزيشن دي مهمه جدا، لان انت لما بتدي هنا الكال بوزيشن لازم تبقى عارف ان البوزيشن ده هيفضل محجوز للكال، سواء هو كان سبيسيفيك او مالتي سيرا. فانت كده مش متاح لك ان انت تدخل عليه اي حاجه ليها علاقه بالسامبلز خالص. طبعا انا ما بتكلمش هنا على سامبلز بس، ولكن كنترول كمان مش هتقدر ان انت تدخله معاك. فانت مهم جدا ان انت تبقى عارف ان البوزيشن ده هيفضل محجوز معاك طول العمر للكال دوت، لغايه لما انت تغير البوزيشن بتاعه لحاجه ثانيه، او تشيل البوزيشن ده خالص لو انت بطلت تستخدم الكال دوت. تمام كده. بعد ما خلصت وكتبت الارقام بتاعتي بتاعت اللوت نمبر، وكتبت كمان الاسم بتاعه والاكسباير ديت بتاعته، بدوس بعد كده كلمه سيف. اول ما هدوس كلمه سيف المفروض ان هو هيظهر لي هنا. بعد ما بيظهر لي هنا هبدا ان انا ادوس على كلمه كيم، بحيث ان انا اختار الكيمستريز اللي انا عايزها. الكيمستريز اللي انا عايزها بتبقى مختلفه على حسب انت بتشتغل ايه وايه الريجنت اللي انت جايبها. ممكن ابرمج حاجه مش موجوده عندي على الريجنت، ممكن تبرمجها بحيث ان انت لو جبتها بعد كده يبقى الكال بتاعك مظبوط او موجود. طيب انا دلوقتي مثلا هختار زي مثلا عشان نبقى احنا ماشيين البروسيدجرز واحده واحده، هختار الجاما مثلا وهدوس كلمه اوكي. اول ما هدوس كلمه اوكي والجاما هلاقيها نزلت معايا موجوده هنا. وانس ان هي نزلت معايا وبقت موجوده هنا، هبقى محتاج منك ان انت تركز في حاجه. طول ما انت بتعمل الكال واخترت خلاص الكيمستري، انت مش المفروض تطلع من البانل دي الا وانت دايس سيف. لو ما دوست السيف وانت بتشتغل عليها وكتبت الارقام بتاعتك، هو اوتوماتيكلي هيشيل البارامتر اللي انت حطيته. فانا لو ما حطيتش دلوقتي اي حاجه خالص في الجاما جي تي، هو هيشيلها خالص. تمام. هاجي ابص كده، دوس كلمه سيف، هاجي ابص هنا كده على الحاجات اللي متسيفه، هلاقي ان الجاما اتشالت هنا. ليه؟ لان انت ما اديتلهاش اي ارقام. فهحطها تاني وادوس كلمه اوكي. بعد كده بتبدا ان انت تشوف الارقام بتاعتك على حسب اللوت نمبر بتاعك، على حسب الفيرجنز بتاعت الجهاز بتاعك، وتبدا ان انت تضيف الرقم بتاعك. وطبعا ما بنساش اليونت، لازم اخد بالي من اليونت كويس جدا وانا بحط الايه، وانا بحط الكال بتاعي او القيمه بتاعت الكونسنتريشن بتاعت الكال بتاعتي. هنا بقى انا هحط مثلا قيمه عشوائيه مش قيمه حقيقيه خالص، مثلا هحط 125 مثلا وادوس كلمه سيف. وانس ان انا دوست كلمه سيف، هي اوريدي اتسيفت عندي وبقت موجوده، بس هي مش هتبقى موجوده تحت، هتتحط في الترتيب بتاعها عادي خالص وتبقى موجوده معاك اهي ال 125 اللي انا حاططها. بعد كده عشان اربط بقى دي الار 0 بتاعتها بالكاليبريتور بتاعي، هدوس على كلمه رولز. بعد كده هختار من هنا، بعد كده هبدا اختار من هنا الجاما جي تي بتاعتي. تمام. هدوس هنا مثلا، ادوس هنا ادي الجاما جي تي. وبعد كده بركز على موضوع الريبليكت دوت، اخليه 2، لان هو الديفولت بتاعه هو الاصح ان انا اخليه 4، بس احنا بنخليه 2 علشان طبعا الكوست. بعد كده ببدا ان انا ادوس هنا وادوس هنا، بحيث ان انا اختار الووتر تبقى من بوزيشن 40، والكاليبريتور بتاعي اللي هو بيبقى في بوزيشن 40 بتاع السامبلز. وبعد ما بخلص وادوس كلمه سيف، اتس اوكي، بتتسيف معاك وتبقى الدنيا زي الفل كده. يبقى انت عملت سكسسفولي سيف للكاليبريتور بتاعك. اي كال عندك بيتعمل بالمنطق دوت وبيتعمل بالطريقه دي، ما بنغيرش اي حاجه في الستبس، وبنفضل محافظين على السيكونس زي ما احنا ماشيين كده بالظبط.
حاجه مهمه جدا بتفرق لك الكال عن الكنترول. احنا الكنترول بيبقى عندنا تشارت، لكن الكال ما بيبقاش عندنا تشارت، بيبقى ليه نتيجه بس. فانا مش محتاج كل مره يجي لي لوت نمبر جديد في الكاليبريتور ان انا امسح الكاليبريتور بتاعي وامشي على كل الستبس دي. انا كل اللي انا محتاجه ان انا اغير في القيم بتاعتي على حسب اللوت نمبر. وما تنساش تعمل اديت للكال من بره من هنا كده علشان تغير اللوت نمبر لو جالك لوت نمبر جديد، وتدوس سيف بعد كده وتغير طبعا الاكسباير ديت. بعد كده بتبدا تغير الكونسنتريشنز على حسب الفيرجن بتاعت الجهاز بتاعتك وعلى حسب ايه الوحده اللي انت شغال بيها. في حاجه مهمه كمان لازم تاخد بالك منها كويس، ان انت في حاجات في الكاليبريشن بتبقى سبيسيفيك، منهم السي ار بي. السي ار بي بيبقى ليه سيت اب لوحده، وده هنتكلم عليه في فيديو ان شاء الله.